بزاف ديال التلاميذ في المغرب وبالاخص الناس ديال ثاني بكالوريا بغاو يكملوا قريتهم في الصين، ولكن واحد المشكل دائما كيتعاود. اشنا هو الامتحان ديال لونجلي اللي خصهم يدوزوا ما بين ديولينغو و اي اف سات، كيبقاو حايرين وما كيعرفوش فينا هو اللي خصهم يدوزوا. اليوم غادي نفرق بيناتهم باش تعرف فينا هو اللي غادي تقبل لك في لاسكريبسيون ديالك. ونبداو بالاي اف سات. هذا الامتحان فابور فري، ولكن من الامتيازات ديالو انه ساهل، ممكن تدوزو غير في الدار، وفي الاخر كتاخذ سيرتيفيكت فابور. ولكن المشكل الكبير اللي فيه هو انه امتحان unproctored. شنو هي unproctored؟ هو انه غير محروس، يعني ما مقابلك حتى شي واحد واش كتغش او لا. هذاك الشيء علاش بزاف ديال الجامعات في الصين ما كيقبلوش اي اف سات، لانه ماشي اوفيسيال. ولكن ممكن تستخدمه باش تعرف النيفو ديالك فين وصل في الانجليش بلا ما تخلص، ماشي باش تدفع به الجامعات الكبيره. في هذه الحاله كنعتبروه بحال شي تدريب لايك تريننج. دابا نشوفوا ديولينغو انجلش تيست اللي كنختصروه في دي اي تي. هذا ماشي ديك لابليكاسيون ديال البومه اللي كتلعب فيها، هذا امتحان اوفيسيال اللي كتخلصوا، والثمن ديالو كيتراوح ما بين $49 حتى $59، وممكن يكون اكثر. ولكن علاش هو مزيان؟ هو كيتعتبر proctored، يعني فيه proctoring، يعني فاش كتكون كدوزو كتكون محروس. كيكونوا الكاميرا ديال البيسي والكاميرا ديال التليفون، كلشي مقابلك اشنو كدير باش ما تغش. وهذا التيست كيمتحنك في 4 ديال المهارات: reading writing listening و speaking، ماشي بحال اي اف سات اللي فيه غير listening and reading. هذا الامتحان ولا معترف به من بزاف ديال الجامعات في الصين في 2026، وهو كيتعتبر البديل الرخيص ديال الايلتس والتوفل. وكخلاصه الا بغيتي تدفع للصين وبغيتي تكون هاني، ديولينغو دي اي تي هو الحل الانسب لك. اما اي اف سات خليه غير باش تريني به وتعرف النيفو ديالك فين وصل. وديما قبل ما دير اي خطوه تاكد في الويب سايت ديال الجامعه اشنا هو التيست اللي كيقبلوا ديال الانجليش. وإلا كنتي باقي تلفان وما عرفتيش شكون اللي غادي يعاونك باش تمشي تقرا في الصين، فراه غادي نخلي لك الكونتاكت ديال ستادي جيت اوفيس اللي غادي يعطيك المعلومه الموثوقه والمجانيه. وإلا كان عندك اي تساؤل قولوا لي في الكومنت، وما تنساش لايك سبسكرايب وتشارك الفيديو مع صاحبك اللي بغا يمشي يقرا في الصين.